سلام الله عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. متابعينا الأكارم، أسعد الله مساءكم، ورجعنا لكم بفيديو جديد في تغطية خاصة لبطولة غرب آسيا للشباب، بطولة الديار العربية 2024 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في نسختها الثالثة. طبعا اليوم ستقام مباريتين ستجمع المنتخب العماني بالمنتخب الكويتي في المجموعة الأولى في تمام الساعة 5 عصرا، وفي المباراة الثانية سيجمع منتخبنا الوطني أمام المنتخب السعودي صاحب الأرض والضيافة في تمام الساعة 9 مساء. متابعينا الأكارم، سنكون على تغطية خاصة لأحداث هذه البطولة. متابعينا الأكارم، هنالك أخبار سارة للشارع الرياضي والجمهور اليمني بإعلان عن القناة اليمنية التي ستنقل بطولة غرب آسيا القادمة بإذن الله تعالى، وستنقل اليوم مباراة المنتخب أمام المنتخب السعودي وهي قناة المهرية اليمنية. طبعا شكر خاص للعاملين في قناة المهرية اليمنية وكذلك مديرها على المجهود الكبير الذي بذل من أجل أن ينقل للشارع الرياضي والجمهور اليمني مباريات المنتخب في بطولة غرب آسيا القادمة بإذن الله تعالى. الشارع الرياضي والجمهور اليمني سيكون على موعد أمام التلفاز في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت اليمن لمشاهدة وتشجيع المنتخب أمام المنتخب السعودي. متابعينا الأكارم، بالتوفيق للمنتخبات المشاركة في هذه البطولة، علما بأن قناة الكويت الرياضية وقناة العراقية الرياضية وقناة SSC السعودية ستكون أيضا ناقلة لأحداث هذه البطولة. متابعينا الأكارم، بالتوفيق لمنتخبنا الوطني وللجهاز الفني، بالتوفيق للاعبين في المشوار القادم. مباراة ستكون مهمة لمنتخبنا الوطني، ونتمنى بأن منتخبنا الوطني يقدم عروضا قوية في هذه المباراة. هذا ما كان لدينا اليوم، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.